ما تيجي اقول لك عملت العظمه دي ازاي بمكونين بس. 500 جرام من اللحمه، احتاج بصلايه، فصين من الثوم، معلقه معجون طماطم، ربع جزرايه مبشوره، اي فلفل الوان موجود عندي، معلقتين من الزبده او السمنه عليهم معلقه زيت، بسيحهم واسيبهم على جنب. اي نوع جبنه عندي متوفر، كوبايه من اللبن وبيضه، ولفه الجلاش اساسي. واقطعه مربعات صغيره جدا. حله سخنه على النار عندي، هنزل عليها بمعلقتين من الزيت الكبار. اللحمه بتاعتي اول حاجه هنزل بيها في الزيت بعد ما يكون سخن. هفضل اقلب فيها بالشكل ده لحد ما لونها يتغير معايا. بيضايه، كوبايه من اللبن. كل التوابل اللي هحتاجها فيها ملح، فلفل اسود، رشه جوز الطيب. يلا بينا. هبتدي انزل عليها بالبصل الاول، ده هنزل عليهم بفصين من الثوم المفروم. ودلوقتي هنزل عليها بالفلفل الالوان بعد ما حطيت الثوم والبصل دبل معايا في اللحمه بتاعتي. وهبتدي انزل عليها بالربع جزرايه اللي انا بشيرها، معلقه الصلصه بتاعتي. وهبتدي ادخل كل المكونات بتاعتي في قلب بعضها. معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الملح، رشه من جوز الطيب. يلا بينا عشان نعمل احلى صينيه جلاش. لفه الجلاش بتاعتي هبتدي اجيبها كده بالشكل ده، واخدها دواير دواير دواير، واقطعها بالشكل ده كلها. ابتدي ان انا افرده بالشكل ده اي بايركس، وابتدي ان انا اول حاجه ادهنها بالزيت دهنه حلوه قوي كلها. هاخد نص كميه الجلاش وهفردها معايا في الصينيه. وبعد ما فردت الجلاش بتاعي في اول طبقه هبتدي اديها رشه من الزبده خفيفه. اجيب اللحمه بتاعتي وهبتدي انزل عليها ونبتدي نفردها بالشكل دون. بعد ما حطيت اللحمه المفرومه هنزل بباقي كميه الجلاش بتاعتي، هديها برضو رشه من الزبده خفيفه. واخر حاجه عندي ورقتين جلاش من اللفه هسيبهم علشان احطهم للكفر الاخير بالشكل ده. وهبتدي بالشكل ده ادخل طبقات الجلاش بتاعتي من تحت. عشان كده انا ما حطيتش اللحمه المفرومه بتاعتي للاخر الحرف. اهم حاجه في الخطوه دي ان السكينه بتاعتي تكون حاميه. وهبتدي ان انا اخدها بالشكل ده. وبعد ما قطعتها بالشكل ده هيكون فاضل حاجه واحده، معلقه زبده او زيت عندي. هبتدي ان انا ادهن الوش بتاعي. مش هسقيها بالتسقيه اللي احنا عملناها، غير لازم ادخلها الفرن الاول لمده 10 دقايق بحيث انها تشد معايا. بعد 10 دقايق حطيتها في الفرن. انا مش عايزها تستوي، انا عايزها بس تكون شدت معايا زي كده. سامعين الصوت؟ البضايه والملح والفلفل وجوز الطيب وكوبايه اللبن اللي احنا عملناها هنسقي بيها الجلاش بتاعنا بالشكل ده. هديها هزه بسيطه بحيث ان كل اللبن والبيض اللي انا عملته ينزل في الصينيه بتاعتي. هنحطها في مده 20 دقيقه في الرف الوسطاني على درجه حراره 180. هطلعها من الفرن. اول ما التسقيه بتاعتي ابتدت تتشرب بالشكل دوت هبتدي انزل عليها بالجبنه بتاعتي. اي نوع جبنه عندي موجود ينفع معايا. انا هعمل نصها بالجبنه ونصها من غير، هخليه ساده. لو حطيت الجبنه بتاعتي هرجعها الفرن تكمل باقي ال 20 دقيقه. ولو عجبتك وصفة النهاردة ما تنساش تعمل منشن لصاحبك عشان تقول له يجربها معاه. وما تنساش تدلعنا بلايك وشير وسبسكرايب وفولو. أحلى صينية جلاش ممكن تعملها في حياتك.